مشاهدينا رجعنا لكم مرة تانية، والفقرة التانية الحقيقة معانا احنا دايما في سيدتي بنفخر انه يبقى معانا سيدات اخترقوا مجالات لأول مرة. هو المجال ده عادي فيه سيدات بتلعب اللعبة اللي معانا، لكن ان سيدة تدير أكاديمية لهذه اللعبة ده هو الجديد، واحنا كده بنبقى مبسوطين وفرحانين وكلنا فخر ان احنا معانا في سيدتي حد بيعمل حاجه اول مره. معانا جاسمين سامي اول سيده تدير اكاديميه للسكواش. ازيك يا جاسمين؟ ازي حضرتك؟ شكرا. هنلاقي كله تمام؟ الحمد لله. معانا كمان بقى بنوته اموره حصلت على جوائز عديده وبطولات عديده في لعبه السكواش، وانا مش عارفه يعني انا قاعده كده مبسوطه قوي قوي ان انا قاعده جنبك. عايزه اقول لك معايا مايا مندور. ازيك يا مايا؟ كويس كله تمام؟ طيب هنبتدي بجاسمين. قولي لي بقى اللي انا اعرفه ان انت كنت عايشه بره وكنت بتلعبي سكواش انت شخصيا. كنت بلعب في مصر اصلا. كنت بتلعبي في مصر؟ كنت بلعب في مصر وبعدين سافرت. وعندك ابن دخلتيه سكواش؟ هو اللي دخل. هو اللي دخل مش انا دخلته. هو اللي حب اللعبه ودخل. تمام. وبعدين بقى احكي لي. اقول لك اولا عايزه اشكركم جدا انكم جبتونا علشان طبعا ده احنا فخورين. انا بقول لك احنا اللي بنبقى يعني مبسوطين ان احنا كمصريين في رياضه السكواش متفوقين جدا جدا جدا. وبس محتاجين ان الاعلام يعني السنتين ثلاثه اللي فاتوا طبعا في طفره في الاعلام على السكواش، بس محتاجين زياده عشان هي كمان مثلا هتقول لك الابطال دول بيتعبوا قوي وبيلعبوا قد ايه. فبشكر حضرتك على الاستضافه. هو انا كنت بلعب قد مايا كده وابتديت في هنا في القاهره والحمد لله خدت بطولات ولعبت، وبعدين بطلت الظروف وسافرت. وبعد ما سافرت وانا بره قلت انا نفسي اعمل حاجه، ارجع مصر واعمل حاجه. وطبعا في اكاديميات هايله بتاعت سكواش في مصر من زمان وناس ابطال وجامدين جدا. كلمت زميل ليا برضو كنا بنلعب سكواش مع بعض من ايام ما كنا صغيرين من اكبر الكباتن كابتن عماد قريطم. قلت له ما تيجي نفتح اكاديميه وانا معاك. قال لي طب بس عايزين حاجه جديده، ايه الفكر الجديد؟ وهي دي بقى فقلنا لا ده احنا عايزين ندخل بفكر جديد. اولا حضرتك عارفه السكواش طبعا مجهود بدني جامد جدا، مجهود ذهني جامد جدا، تدريبات قويه جدا. طب احنا عايزين نزود ايه؟ لقينا عايزين نعمل كل ده في مكان واحد. احنا عايزين ان الاهل واللعيبه يجوا يبقوا مبسوطين ان هم لاقيين الفتنس اللي هو التدريب البدني عندنا، طبعا السكواش والتكنيكال واحسن كباتن موجوده. في نفس الوقت اللي انا كنت ملاحظاه ان انا جيت زي ما حضرتك تقولي ايه، عملت دراسه كده قبليها سنه. قعدت الف على كل الاماكن زي ما بيقولوا يعني. لقيت ان من الحاجات اللي مش موجوده التدريب الذهني اللي بنسميه المنتال كوتشنج موجود، بس مش بزياده او مش بالكميه المفروض تكون متواجده مع اللعيبه بالذات في السن الصغير وهم بيكبروا. طيب استنيني هنا هل التدريب الذهني ده خاص بلعبه السكواش بس، ولا المفترض ان اي لعبه رياضيه يكون ليها تدريب ذهني معين؟ اللي حضرتك قلتيه صح، اي لعبه رياضيه مفروض ان ليها تدريب. وانا لما كنت في امريكا ابني مثلا كان بيدخل معسكرات، من اهم الحاجات اللي بيديها لهم التدريب الذهني المنتال كوتشنج. طبعا بالنسبه للسكواش بيتكلموا على سكواش مثلا وانت في الملعب لو انت تعبان قوي تعمل ايه، طب لو انت حاسس انك انت مش قادر، الحاجات دي كلها. والحمد لله دخلناها في المعسكرات بتاعتنا وفي التدريبات بتاعتنا. الحاجه الثانيه اللي قلنا عليها عايزين الولاد تيجي مبسوطه، مش عايزين ان هم جايين هيلعبوا تمرين ويمشوا، عايزين نحسسهم دي لعبه رياضه جميله. انا مثلا امنيتي بصراحه من الاكاديمي ان ستات اكتر بيجي تلعب وستات قدي واكبر مني ونعمل يوم ان بره كده مش حكايه بطولات بس، ونخليهم مبسوطين بان احنا نخلي المكان حلو والمكان شكله جميل وسهل الناس توصل له. فدي مثلا من الحاجات اللي احنا فكرنا فيها. طيب بصي يا جاسمين انت قلتي حته مهمه جدا وانا هسال فيها مايا بصراحه. انا عايزه اعرف يا مايا انت اللي اخترتي انك تلعبي سكواش ولا مامي وبابي اللي قالوا لك تلعبيها؟ احنا كنا بنبص على حاجات كتيره ولقينا سكواش علشان لعبه مكيفه وكويسه. فجربتها وعجبتني فلعبتيها. طيب لما لعبتيها برضو مين اللي قرر ان هو ياخد فيها بطولات؟ انت عارفه ان انت ممكن تلعبي لعبه لمجرد زي ما جاسمين قالت كده ترفيه،
انا بعمل حاجه وانا بحبها، رحت تمرين ما رحتش تمرين لكن ما حدش يجبرني اني اروح التمرين. مين اللي اختار ان انت اللعبه دي لا انا عايزه احترف فيها؟ انا اللي اخترت علشان لقيتي نفسك ناجحه. ايوه. فكنت عايزه بقى لا انا عايزه النجاح ده بقى يبقى بطوله، يبقى انا اكسب حاجه، يبقى انا اعمل حاجه. يعني انت هحاسبك على الكلام ده يا ماما. متاكده؟ طيب قولي لي بقى انت خدتي بطولات ايه وكده؟ انا اول بطوله خدتها كانت بطوله الزهور، وبعدين انت عندك كام سنه الاول؟ 10. 10 تمام. البطوله دي خدتيها وانت عندك كام سنه الزهور دي؟ مش فاكره قوي. طيب ماشي. وبعدين سافرت امريكا وخدت فيها مركز اول. وبعدين لعبت في بطولة بورسعيد خدت فيها مركز ثالث. وانا النهارده هلعب فاينل النهارده ان شاء الله الساعه 4. يعني ربنا معاكي حبيبتي يا رب، ويحميكي كده من شر العين يا رب بجد ان شاء الله. وتعملي النهارده حاجه جامده. النهارده البطوله ايه؟ قولي لي تاني كده. بطوله نافذ، بطوله فريندلي كده بعد ما السيزون خلص. النهارده هلعب فيها فاينل. اقول لك على حاجه كده يعني خبيثه شويه. بصي، هو السكواش دايما بيعتبروه لعبه الناس الاكابر، خلينا كده يعني اللي هي اللعبه اللي عارفه يعني محتاجه فلوس كتير قوي عشان تصرفي عليها، ومحتاجه امتى تقدري تقولي كده ان السكواش ده يبقى في متناول الانسان العادي؟ يعني انت بتقري افكاري. ان انا ان شاء الله امنيتي ان انا ادخل المدارس، كل المدارس، واعزمهم او نعمل نظام بروتوكول ان هم يجيبوا الولاد ان شاء الله مره في الاسبوع. هنديهم المضارب وهنديهم الكور، هم هنديهم كل حاجه ممكن يدخلوا بيها. ان بره هو ده اللي بيحصل، اللي مش قادر انها مكلفه زي اي رياضه، ولكن طبعا المضرب مكلف والكلام ده مكلف. امتى؟ لما يبقى عندنا ملاعب اكتر. ودي من الحاجات المعوقات شويه، ان احنا محتاجين في مصر ملاعب اكتر، مش بس في القاهره واسكندريه، محتاجين ملاعب اكتر في المحافظات. المحافظات فيها ملاعب قليله جدا ومش متوضبه قوي، ومش الصيانه بتاعتها مش كامله. فيا ريت طبعا النوادي والدوله وكده يتبنوا الموضوع ده. ازاي ممكن يحصل تواصل بينك وبين وزاره الشباب والرياضه اكيد يعني انه تقدري ان انت تطرحي وجهه نظرك دي وتقوليها وهم يدعموكي فعلا؟ يعني حضرتك اي حد طبعا نمر تليفوناتي ليكوا والايميل وكله. يا ريت ان انا نفسي اعمل زي ما هم بيسموه هناك urban squash. urban squash ده يعني ايه؟ كل الاطفال بتيجي وبتلعب. دي انا مش عايزه اقول لحضرتك قد ايه لقوا ان هم في الدراسه اتحسنوا، طبعا قد ايه نفسيتهم اتحسنوا. انا يعني دي من الامنيات اللي نفسي اعملها في مصر، ان طبعا نطلع ابطال زي مايا. والحمد لله عندنا في الاكاديميه ابطال جامده جدا. وانا بس عايزه اقول البطولات اللي هي بتقولها كده دي بتقولها دي ده انا عايزه اقول تعبت قوي على فكره. بالظبط. ان الابطال دول بيجوا 6 مرات في الاسبوع، بيلعبوا فيتنس، بيلعبوا سكواش، بيعملوا كل المجهود ده غير الدراسه، لان هم بيروحوا الدراسه. وطبعا لازم اشكر الاهالي وتعبهم معاهم وقد ايه بيكافحوا معاهم. وعشان كده بنحاول ان احنا يبقى سكواش. هو سكواش فيه ميزه، احنا نلعبه صيف ونلعبه شتاء، صح؟ فدي مثلا من المميزات. فان شاء الله يا رب نعممه وتبقى لعبه جماهيريه اكتر وجميله جدا، والناس كلها تحب تيجي تلعبها. طيب يمكن احنا قلنا التدريب الذهني دي كده، انا خدتها كده بشويش، بس قلت ايه اخدها معاكي بالراحه واحده واحده تفهمي الناس يعني ايه التدريب الذهني. التدريب الذهني هم بيسموه منتال كوتشنج. النهارده بيبقوا كباتن حتى بتوع سكواش بيقعد مع مجموعه اللعيبه، او حتى لو واحد لوحده، مش بس يقول له انت هتلعب الكره دي هنا بقى وتمسك المضرب كده، لا، يقول له النهارده انت داخل خايف، انت داخله فاينل وعارفه ان اللي قدامك جامده. طب هتجهزي نفسك ازاي؟ بالظبط كده. هتجهزي المنتل بتاعك ازاي؟ ما هو كتير جدا يدخلوا حضرتك وبالذات في السن الصغير داخلين مرعوبين، يبقوا كويسين جدا وشفناهم في التمارين. المضرب
بيترعش، ركبهم روحي. بالظبط. ازاي نحسسهم الموضوع اسهل من كده بكتير؟ ادخلوا بس وانبسطوا والعبوا. طبعا عايزينكم تكسبوا، في نفس الوقت عايزينكم تلعبوا حلو. ايه الميزه انكم تلعبوا حلو حتى لو خسرتوا؟ مهم جدا، مهم قبل الماتش، مهم بعد الماتش. عايزه اقول لحضرتك من ضمن الحاجات المهمه قوي ان الكباتن تقعد مع اللعيبه بعد الماتشات، كسب او خسر، وكمجاميع. ليه بقى كمجاميع؟ بيتعلموا من بعض. طب انت النهارده لعبت جيمين وفاضل لك جيم عشان تكسب الماتش كله، بس تعبت، هتعمل ايه؟ ايوه، ذهنك او مخك هيدي ايه باور لجسمك ازاي، بالزبط. او قوه لجسمك ازاي. بالظبط. فعندنا كباتن متخصصين ومتخصصين في الفتنس حتى يقول له انت تجهز نفسك ازاي بدني عشان المخ يشتغل معاك جوه الملعب. فدي حاجه مهمه جدا جدا برضو، وزي ما قلتي لحضرتك في اي رياضه. طيب مايا، قولي لي يعني بصي يا جاسمين بتقول ايه، ان انت قعدتي مثلا بالست ايام في الاسبوع بتتمرني، طب الدراسه بتعملي فيها ايه؟ لا، لما ما اروحش المدرسه طبعا ممكن حاجات كتيره يعني ما اخدهاش. فبس انا بحاول ان انا ابقى الاتنين يعني بهتم بيهم، علشان مينفعش ابقى كويسه في سكواش بس مش كويسه في الدراسه. فبحاول يعني ان الاتنين، ان انت تيجي على نفسك شويه في يعني تعوضي الحاجات اللي فاتتك، علشان لو ما اهتمتش بالدراسه، لو لقيت نفسي واقعه مش هعرف ارجع تاني. لازم ابطل سكواش بقى علشان ابقى كويسه. بالظبط. طب قولي لي كده، دايما الواحد لما بيبقى ناجح في حاجه بيبقى عنده قدوه او مثل اعلى عايز يبقى زيه، او بيحب يتفرج عليه كتير. مش شرط انه يبقى زيه، بس على الاقل ان هو مبسوط بيه في طريقه لعبه. ممكن حد يبقى في ذكائه في اللعبه، مش لازم في طريقه حتى لعبه، بس هو ذكي بيعرف ازاي يكسب في اخر حته بيكسب كده. مين بقى انت عندك القدوه دي؟ يعني مين بحبه؟ بحب نيم الوليدي ونور الطيب وعلي فرج ورامي عاشور، بس هو كان عنده إصابة فبطل. هو بطل النهارده. وفي ناس كتير بحبهم وبقلدهم في الملعب وبحاول ابقى زيهم. شطوره يا مايا، شطوره. كابتن رامي عاشور النهارده نزل خبر ان هو خلاص هيبطل يلعب بطولات دوليه، ودي اثرت في الولاد جامد جدا وفينا كلنا. فربنا معاه ان شاء الله، ونشوف منه حاجات تانية باذن الله. قولي لي يا جاسمين، انا دايما يمكن يعني بعتبر الرياضه، طبعا انا بنبسط انه في، بس دي بيبقى طفل موهوب، يعني ده بيبقى محطوط على جنب كده ان هو موهوب، فبيكمل في اللعبه ببطولات، بانه يجي على نفسه، لانه ده طبعا بيبقى يعني بيجي على نفسه زي ما هي بتيجي على نفسها عشان الدراسه، عشان يبقى ليها علاقات اجتماعيه مع اصحابها. يعني في حاجات تانية بتاخد حيز اقل علشان تدي للعبه حيز اكبر. صح. يعني بصي، عايزاكي توجهي انت رساله للامهات، بلاش انا عشان الموضوع ده بيتعبني نفسيا جدا. انه وانا عارفه هتقولي يا ريت قولي بقى، انا مش هقول على فكره. لا اسالي السؤال الاول. لا، في حقيقي كتير جدا من الامهات نتيجه او ابهات على فكره، بيبقى هو كان حلمه انه يبقى كذا كذا، فبالتالي بيفرض الحلم ده على الطفل ويضغط عليه نفسيا وعصبيا وجسمانيا، فان الطفل ده يكمل حلمه. وهي الرياضه انا بالنسبه لي هي زي الفن، حاجه موهبه من ربنا سبحانه وتعالى بتبقى جوه الواحد، ولازم اي طفل في العالم كله يلعب حاجه، يعني يبقى يا فن يا رياضه يا الاثنين مع بعض، بس ما ينفعش يتخلى عن حاجه منهم لانه بيطلع الطاقه. قولي الرساله بقى للامهات والابهات، عشان انا هقول لحضرتك. يعني انا مثلا لحد دلوقتي بلعب سكواش وبدخل الملعب ودخلت بطولات من 2 ومن 3 سنين. ليه؟ عشان فضلت احبها، عشان فضلت حتى الظروف اللي خلتني اطلع من اللعبه صحيه، لا بس فضلت احب اللعبه. للاسف اللي بشوفه مش في سكواش بس في رياضات كتير، بس انا هتكلم على السكواش اللي حضرتك بتقوليه. اولا كل الناس داخله على هدف واحد، ان ابني او بنتي بطل ولازم ياخدوا بطوله ولازم يكسبوا. احنا طول ما احنا بالعكس، انا عايزاهم يبقوا ابطال، وكلنا نفسنا نشوف ولادنا. انا نفسي اشوف ابني بطل، ولكن
مش بان يبقى العلاقه اولا بين الاولاد واهاليهم بتبقى وحشه جدا، بيحصل تنشنه كتير قوي. بعدين الطفل بيحس ده انا مغصوب عليا اروح التمرين، ده انا غصب عني هروح، ولو حصل وحش، وانا اسفه اني بقول كده، انا شفت اهالي بتضرب ولادها بعد الماتشات لما بتخلص بالقلم وبيزعقوا لهم قدام الناس. وليه؟ ما هو انتوا فاكرين ان هم كده هيحبوه اكتر؟ خالص. ما بقولش ما تبقوش جادين او ستريكت مع لا، يعني انا مثلا لما احس ان ابني بيتدلع شويه، الا لو في ظرف اقول له لا في ايه، طب خلاص عايز تسيب سيب. فيا ريت ناخدها كده بالراحه. اتمرنوا كتير بس بحب، وساندوهم وخلوهم يحبوا الرياضه، ان هم طول عمرهم يفضلوا يلعبوا رياضه. انا بشكرك يا جاسمين، مفيش اي كلام هقوله بعديكي بجد. مايا مندور حبيبتي، يا رب ان شاء الله النهارده تحققي اللي نفسك فيه، ودايما وتفضلي تلعبي الرياضه دي بعد ما تجيبي كل البطولات اللي نفسك فيها بحب كده زي جاسمين. وبشكرك يا جاسمين جدا، وبجد يا رب تحققي اللي نفسك فيه، واي رياضه في الدنيا تبقى حاجه عاديه عندنا في كل المدارس وكل الطبقات تقدر بجد انها تلعبها، لانها حاجه مهمه جدا جدا. بشكركم مشاهدينا، يا رب النهارده تكون حلقتنا من سيدتي افادتكم. انتظرونا ان شاء الله بكره في نفس الميعاد وسيدتي، بس مع فريق عمل اخر.